اهلا بيكم في حلقه جديده. المره دي هنتكلم ازاي نخلي المشهد بتاعنا حرفيا يلمع. النهارده الموضوع عن الاضاءه، لانك مهما عملت تصميم او فيجوال قوي من غير اضاءه هيبقى ناقص حاجه. هنتعلم ازاي نضيف اضاءه في المشهد بتاعنا، سواء الاضاءه دي هتكون اندور او اوت دور، او هنعملها دراماتيك او اضاءه تكون طبيعيه، وده اللي هيخلي المشهد بتاعك هيتغير تماما. يلا بينا ننور مع بعض. انا بدر دياب ويلا بينا. في البدايه كده يعني نقول شويه حاجات هي المفروض ان هي بيزكس او حاجات اساسيه يعني لينا كلنا عارفينها، بس خلينا نحطها كده في اطار عشان خاطر نعرف نتكلم عليها. انواع الاضاءه في الحياه عموما او في بلندر بالتحديد بتنقسم لكذا حاجه. اول حاجه عندي حاجه اسمها دايركت لايتس اللي هي الاضواء المباشره، وعندي حاجه اسمها اندايركت لايتس. الاندايركت لايتس ان هي بتيجي الارتداد بتاع النور بيجي من حاجه معينه، ان هو بيخبط في سطح معين وبعد كده بيرتد على الحاجات اللي موجوده حواليه. يعني انا دلوقتي كده قدامي ده دايركت لايت، ده قدامي كده دايركت لايت على طول. اما الاضاءه اللي متوزعه على بقيه الاوضه دي مش متوزعه من ده، دي متوزعه من الاندايركت لايت، ان هو خبط مثلا في الحيطه اللي ورايا وبعد كده بدا ان هو يتوزع على باقي الحاجات. هنعرف ده كله دلوقتي قدام مع بعض. طيب الدايركت لايتس نفسها بتتقسم لحاجتين تانيين، في عندي حاجه اسمها اضاءه اوت دور وفي عندي اضاءه اسمها اندور. الاضاءه الاوت دور طبعا يعني اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى من اسمها باين ان هي بره في الشارع بقى، اللي هي موجوده بره. يعني الاندور اللي هي بتبقى في الاماكن اللي هي مغلقه شويه. طيب الاوت دور بيبقى برضو بيتقسم لايه جوه بلندر؟ بيتقسم للصن، الحاجه اللي طبعا بتنور الدنيا اكيد الشمس، اكيد مش ضحكتها، يعني اكيد مش ضحكتها اللي بتنور الدنيا، عشان عارف الاستخفاف وعارف الدم الخفيف دوت. فايه اللي بيكون منور الدنيا بره؟ الشمس، هي دي اللي بتكون منوره، هي دي مصدر الضوء الاساسي بتاعنا بره. وفي برضو حاجه تانية جوه بلندر بتبقى اللي هي الاتش دي ار اي بتاعنا، هنفهم برضو ايه دوت وايه دوت. عندي الاندور بقى بيتقسم لايه؟ بيتقسم لحاجه اسمها بوينت وسبوت واريا والاميشن. كده احنا عرفنا انواع الاضاءات بتاعتنا وايه اللي ممكن يكون بينور جوه وايه اللي يكون بينور بره. خلاص اتفقنا اللي بينور بره هو الشمس، مش وجودها في حياتك ولا ضحكتها. ماشي يا خفيف، تمام. تعالى بقى ناخدهم واحده واحده كده جوه بلندر عشان نبدا نشوف ايه الفرق ما بين كل واحد منهم وبيعمل ايه. مثلا في مشهد زي اللي قدامنا ده، عندنا هنا كده في كيوب او اوضه، خلاص كده، وفي هنا مصدر الاضاءه بتاعنا. طيب مصدر الاضاءه بتاعنا عشان ننزله زيه زي اي اوبجكت احنا كنا بننزله قبل كده، بندوس شيفت ايه وتيجي تحت هنا كده هتلاقي فيه اللايتس. هتلاقي هنا الاربع انواع اللي احنا قلنا عليهم بتوع الدايركت لايت، بس اللي هو الاندور. الاربع انواع اللي احنا قلنا عليهم اللي هو البوينت والصن والسبوت والاريا، دول الاربع انواع اللي بتقدر ان انت تنزلهم من هنا. فهنشوف كده واحده واحده كل واحد من دول بيعمل ايه، بس خلينا الاول نفهم ايه الفرق ما بين الدايركت لايت والاندايركت لايت. فنزلنا من هنا صن بالمنظر ده كده، يعني نمسح دي خالص، ناخد الصن دي من هنا لهنا نطلعها فوق شويه. الخط الاصفر ده هو الروتيشن بتاعها، هي لفه بدرجه عامله ازاي، يعني هي كده بصه من فوق لتحت، واقفه كده بصه من فوق لتحت. انا عايز اخليها تلف شويه الناحيه دي، هدوس ار اكس وليكن مثلا هتبقى كده، تمام. هبص من الكاميرا بتاعتي تاني، خلينا نفعل بقى الشورت كاتس عشان خاطر نبدا نشوفها. طيب لو احنا جينا بقى هنا دوسنا على الصفر في الكيبورد عشان خاطر نبص من الكاميرا، وبدأنا نيجي هنا عند الريندر ودوسنا ريندر، هتلاقي الدنيا زي ما انت شايف كده اسود في اسود، وفي بس الشباكين الصغيرين دول اللي منورين. ليه؟ عشان احنا منزلين الشمس بتاعتنا من هنا. طيب تعالى نبدا نزود هنا كده في اللايت باونس دي شويه في التوتال دوت. بصوا ايه اللي بيحصل، مفيش اي اختلاف في الاضاءه بيحصل، الا انه الاضاءه لما بتنزل هنا على الارض هي بتخبط هنا وتبدا ترتد لباقي الاوضه فبتنور. فانت بتشوف ان هنا في حيطه زرقاء وهنا في حيطه لونها اللي هي الليموني شويه، واخدين بالكم؟ كل ما هتبدا تزود كده كل ما ارتدادات الاضاءه ديت او ان كالكوليشن وحسبه الاضاءه دي بتبدا ان هي تاخد راحتها اكتر وتبدا تطلع لك اضاءه بشكل اكيوريت. طبعا انت الديفولت بتاعك هنا لما تيجي تفتح اي فايل بتبقى 12، دي بتبقى كويسه، ما بنحتاجش نلعب فيها قوي الا في حالات يعني بتبقى متقدمه شويه، مش دلوقتي خالص. بس الشاهد كله في الموضوع ان كده دي كده اضاءه دايركت لايت اللي هي نازله هنا، كده دي اندايركت لايت اللي هي الاضاءه خبطت هنا ونزلت اتوزعت في باقي الاوضه. فانت عرفت ان هنا بقى في حيطه لونها ازرق وحيطه لونها ليموني وهكذا. اوكي، ده كده الفرق ما بين الدايركت لايت والاندايركت لايت. طيب تعال نشوف بقى لو احنا حبينا ان احنا نعمل انواع الاضاءه اللي موجوده ديت، اللي هي الاضاءه اول حاجه نبدا بيها الاضاءه الاوت دور، نشوف ازاي ممكن نحط صن وايه هو الاتش دي ار اي وممكن نحطه ازاي. طيب
في بلندر لما بنيجي نحط اضاءات احنا بنعتمد في البدايه على حاجه اسمها الورلد. الورلد ده اللي هو ده البيئه المحيطه بيك. طيب دي تفهمها ازاي؟ لو انت واقف دلوقتي مثلا في اوضه او قاعد في اوضه دلوقتي، فالاوضه لو بصيت يمينك وشمالك في حاجات حواليك، وفي حاجات ممكن تكون بتعمل دايركت لايت وبتعمل منها ان دايركت لايت. ده الورلد اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا احنا عندنا كذا حاجه هنا ممكن نحطها كانها هي دي اللي هي تكون اللون بتاعنا في الورلد. بس خلينا ناخدهم كده واحده واحده. تعال ندوس على الريندر، هتلاقي الدنيا جراي معاك شويه كده. تعال نقلل ده خالص كده ونخليه بلاك، ونبدا واحده واحده نزود فيه الفاليو او اللون بتاع البيئه المحيطه. كده انت خليت البيئه المحيطه بتاعتك تبقى كلها لونها ابيض بالمنظر ده. لو خليتها كده بيكون لونها اسود بالمنظر ده. تمام. طيب حاجه كمان برضو عايزين نقولها، الورلد دوت مش بس بتتحكم منه من هنا، انت ممكن تيجي من هنا من الشيدر اديتور. هنا عندي هنا الاوبجكت ده اللي هو المسؤول عن الماتيريال، اللي هو الماتيريال مثلا بتاع الاوبجكت دوت زي ما كنا بنتكلم المحاضره اللي فاتت. ولو غيرت من هنا كده رحت للاعدادات بتاعه الورلد اللي هو البيئه المحيطه بتاعتنا. خلاص كده. طيب فاكرين في الشيدر اديتور كنا بنعمل ايه؟ كنا ممكن نحط صور. احنا هنا نفس الكلام برضو بنحط صور، ممكن نحط صور. بس الصور اللي بتتحط هنا بقى ما بتبقاش صور، بتبقى اسمها HDRI. ايه الفرق ما بين الايمج تكتشر العاديه والHDRI؟ الايمج تكتشر بيكون الليفل او الليميت بتاع الاضاءه فيها محدود او ليه نسبه معينه. اما ال HDRI بتبقى متصوره بطريقه ان هي بتخليها واخده كميه الاضاءه اللي موجوده في شكل كبير جدا. فيها حاجه اسمها دايناميك رينج بيبقى واسع جدا، وبيقدر ان هو يفيدنا ان احنا نقدر نحطه هنا في صوره زي دي ويبدا ينور معانا. هنشوف دلوقتي ازاي. فاول حاجه تعالى بقى نبدا من هنا كده اوريك ال HDRI بيتحط ازاي. ممكن نيجي من هنا على دي ونختار من هنا environment texture، نفس الكلام برضو تدوس من هنا open، نختار من هنا الفولدر بتاع ال HDRI بتاعتنا. انا طبعا عندي يعني كذا HDRI كنت منزلهم بشتغل بيهم. انت برضو ممكن يعني تعمل المكتبه بتاعتك، او هوريك دلوقتي الويب سايتس اللي انت ممكن تجيب منهم HDRIs تنزلهم وتشتغل بيهم على طول. فتعالى وليكن مثلا تعالى نختار حاجه زي دي بالمنظر ده. بص المشهد بتاعنا مره واحده نور ازاي. يعني نطلع بره كده، شايفين دي كده ال HDRI بتاعتي. بص دي الشمس بتاعتي اللي في الصوره ال HDRI، ودي البيئه المحيطه او الكاميرا اللي اتصورت. ال HDRI دي بتكون كاميرا بتقف كده بتصور 360، تصور كل الانفايرمنت المحيطه اللي موجوده. وزي ما اتفقنا ان هي بتاخد دايناميك رينج عالي جدا عشان بالتالي تعرف تنور مشهد زي دوت. لما يجي يبص في الكاميرا تحس ان المشهد بتاعك حقيقي. طيب عايز اتحكم فيها برضو في الدورانات بتاعتها زيها زي التكتشرز اللي كنا بنتكلم عنها المحاضره اللي فاتت. ممكن تيجي هنا تدوس كنترول تي عشان تنزلك المابينج. بس اهم حاجه تتاكد ان انت عامل من هنا من الادونز مفعل الادون بتاع النود رانجلر عشان خاطر تقدر تستخدم الشورت كات بتاع كنترول تي. هيفتح لك مابا زي دي كده. احنا عايزين نعمل روتيشن مثلا على محور الزد بالمنظر ده. بغير الشكل بتاع الاضاءه بتاعتي ان هي بدل ما كانت جايه من اليمين خليتها جايه من الشمال بالشكل ده كده. اوكي. عايز تغير تاني مثلا ممكن نعمل كده، نعمل اضاءه كانها سان سيت كده شويه. دي استخدامات بقى ال HDRI، هي بيكون فيها اضاءه كفايه قوي ان هي تقدر تنور لك المشهد بتاعك زي ما انت عايز. من ضمن الويب سايتس بقى اللي انت تقدر تنزل منهم HDRI يعني فري، في بولي هيفن دوت اللي احنا كنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. تقدر تنزل منه تكتشرز والمودلز وال HDRIs من هنا ممكن تدوس عليها وتبدا تشوف ال HDRI بقى اللي انت محتاجها اللي مناسبه او قريبه من السيل اللي انت بتعمله. يعني انت لو بتعمل مشهد مثلا موجود جوه اوضه فممكن تختار ديت عشان تدي لك الريفليكشنز. لو في عندك كوره او في حاجه فيها ريفليكشنز تدي لك الريفليكشن بتاع الاوضه دي كده. لو بتعمل حاجه مثلا فيها زرع ممكن تختار دي. واخدين بالكم؟ بص الصوره اصلا ال HDRI بتبقى متصوره ازاي. الكاميرا بتبقى موجوده قدامها كده وشايفه يمين وشمال وفوق وتحت، واخدها كلها 360. يعني انت كانك حاطط كوره وفيها كلها صور. اوكي. طيب بتعمل ايه؟ بتيجي من هنا مثلا كده وبتروح جاي عامل داونلود زيها بالظبط زي التكتشرز اللي كنا بنعمل لها داونلود، وبتنزل معاك وتبدا تحطها زي ما اتكلمنا من شويه. اوكي. انت عندك هنا كده ده البولي هيفن. في مثلا هنا تاني برده ده HDRI هيفن، نفس الكلام برده تقدر تنزل منه ال HDRIs اللي انت عاملها. بتعمل بقى اللايبراري والمكتبه بتاعتك انت. في هنا دوت بيبقى اسمه HDRIsky.com، نفس الكلام تلاقي فيه بص مكاتب بقى وحاجات كتير جدا جدا دلع. يعني في هنا برضو دوت HDRI هاب نفس الكلام. بص 8K ودي حاجه يعني مميزه وحاجه حلوه جدا يعني. فكل دول الويب سايت تقدر تنزل منهم اللايبراري زي ما اتفقنا وتعمل المكتبه اللي انت تكون بتشتغل بيها وبتطلع لك النتيجه اللي انت محتاجها. طيب ده كده بالنسبه لل HDRI. طب تعال نشوف بقى الصن. لو انا عايز احط صن على طول مش عايز استخدم ال HDRI بتاعتي ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي من هنا شيفت A واحط من هنا لايت واختار الصن. تعال نطلعها فوق شويه كده وندوس على بيبقى التاثير بتاعها زي ما احنا شايفين كده. طلعنا لو طلعنا بره هتلاقي بص مفيش اي ريفليكشنز بره زي ال HDRI، هي مجرد بس اتجاه اضاءه زيه زي الشمس بالظبط. طيب لو انا جيت دوست
ار واي كده بتحكم في اتجاه الشمس بتاعتي. طب لو انا عايز اتحكم بقى في اللون بتاعها او في قوتها او في الكلام ده، هاجي من هنا كده هتلاقي في علامه اللمبه دي ظهرت معاك اول ما بتمسك اللايت او بتحدد اللايت دوت، بتلاقي ظهرت معاك هنا كده الداتا بتاعت اللايت. تيجي من هنا بقى وتختار النوع الاضاءه اللي انت محتاجه وكل البروبرتيز اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي دي. طيب اول حاجه عندي هنا بيكون ده اللون، لون الاضاءه بتاعتي او لون الشمس او اللي انا عايز استخدمها. تمام. بعد كده عندي هنا السترينث اللي هي قوه الاضاءه بتاعتي. لو دوست 2 كده بتزيد معايا، خلينا 5. كل ما بتزود كل ما بتزيد معاك قوه الاضاءه اللي انت بتحطها. الانجل اللي هي الزاويه بتاعت الاضاءه بتاعتي، عامله زيها زي الدوران او الروتيت اللي احنا بنعمله من هنا. خلي بالك من حاجه مهمه، الصن بتتاثر بيه الروتيشن. يعني لو انت دوست ار اكس وبدات تتغير كده هتلاقي في تاثير بيحصل معاك، وما بتتاثرش بالحركه. يعني ايه؟ يعني انا دوست جي زد، المفروض ان انا حركتها مكانها، ما بيتاثرش اي حاجه، ما بيحصلش اي حاجه، بس هي بتتاثر بس بالروتيشن. عكس حاجه تانية زي البوينت بتتاثر بالحركه، ما بتتاثرش بالروتيشن. هنعرف الفرق ما بينهم لما نوصل لها. بعد كده عندي هنا في كاست شادو، يعني انا محتاج الاضاءه بتاعتي دي لما تخبط في حاجه تنزل شادو ولا لا. ده اوبشن احيانا كتير بيبقى مفيد. زي ما انت شايف كده، لو شلت الكاست شادو كل الشادوهات اللي عندي اللي في المشهد اتشالت، ودي مش حاجه طبعا بتبقى طبيعيه خالص، بس هي بيبقى ليها استخدامات معينه. بعد كده ما اعتقدش ان في حاجه تانية هنا ممكن تكون يعني محتاج تعرفها خالص دلوقتي. ده كل العلاقه في موضوع الصن دوت، يعني بيبقى استخدامها في اضيق الظروف، يعني ما بنستخدمهاش كتير. طيب الشيء يذكر برضو اللي يخلينا نحط هنا، حطينا اتش دي ار اي وحطينا صن. في هنا بيلت ان حاجات جوه موجوده جوه بلندر بتكون ناتشرال وحلوه وبتدي نتائج طبيعيه. من ضمنهم مثلا السكاي تكتشر اللي هنا دي، لما تيجي تحطها كده بتلاقي على طول، بص في النود بتاعه الاضاءه اتحط هنا سكاي تكتشر وادالك شويه اعدادات هنا. لو طلعت بره هنا بص هتلاقي في حاجه زي كانك طالع فوق السحاب شويه كده، شايف الاضاءه بتاعتك. بتبدا من هنا بقى ان انت تغير فيها. انا عايز اغير الانتنسيتي بتاعتنا اللي هي درجه سطوع الشمس، ممكن اخليها 0.1 فتبقى بالمنظر ده شويه. ممكن اجي من هنا، ده الصن اليفيشن دوت اللي هو بيقول لك الميلان بتاع الشمس هي وصلت لفين. هل هي مثلا دلوقتي في نص السماء عشان تبقى بالمنظر دوت، ولا هل هي على خط الاستواء، قربت من خط الاستواء قوي فتديك مشهد مثلا سان سيت زي ده كده بالاضاءات بتاعتي دي. الصن روتيشن دي الدوران بتاع الشمس بقى يمين وشمال. عندنا بقى شويه اوبشنز كده ممكن تتحكم فيهم في المود العام بتاع السماء بتاعتك اللي انت بتعملها. يعني بيكون فيها شويه تفاصيل زياده كده تقدر ان انت تستخدمها. هي شبيهه شويه للاتش دي ار اي بس بيلت ان جوه بلندر، يعني فيها شويه ديتيلز كده جوه بلندر. دي كده اعتقد ان هي اغلب الحاجات اللي ممكن تخص الاتش دي ار اي وتخص الصن والسكاي تكتشر اللي موجودين جوه بلندر لو انت بتعمل اي اضاءه نهاريه. طيب تعال نشوف بقى لو احنا عايزين نعمل اضاءه من الاضاءات اللي هي بتكون اندور، تعال نشوف كده ممكن نعملها ازاي، وبالمره نعرف ايه الفرق ما بين انواع الاضاءه دي وايه التاثير بتاعها. عندي مشهد كده، ادي البومه برده بتاعتنا، ودي كروما موجوده بلانه كده وعملنا لها اكسترود في الاخر، وعملنا هنا بيفل. وتعال نبص من الكاميرا بتاعتنا وندوس ريندر. طيب احنا الورلد بتاعتنا هنا مخلين الكلر بتاعنا يكون 0 خالص. لو زودنا كده زي ما اتكلمنا من شويه، انت كده بتزود فيه قوه الاضاءه او البيئه المحيطه اللي حواليك. ما بنعتمدش عليها ان هي تكون اضاءه اساسيه طبعا، فاغلب الاحيان ان هي بنخليها 0 ونبدا احنا نرسم الاضاءات بتاعتنا زي ما احنا عايزين. طيب عشان نحط اضاءه بندوس شيفت ايه لايت. عندي هنا زي ما اتفقنا 4 انواع، تعال نبص عليهم كده واحده واحده. اول حاجه عندي هنا البوينت جي زد، نرفعها فوق شويه جي اكس، تيجي هنا كده. البوينت هي عباره عن نقطه مضيئه. هي شفت عارفين اللمبه بتاعت زمان اللي هي اللمبه الفلورسنت اللي هي اللمبه التنجستين دي، هي حاجه شبهها كده شويه. هي لمبه بتنور في محيط حواليها كده، في محيط اريا حواليها. بتتاثر بالمكان بس ما بتتاثرش بالروتيشن. يعني ايه؟ يعني انا لو غيرت مكانها من هنا كده، لو بدات اغير مكانها كده من هنا لهنا، هتلاقي بص بيدي التاثير بتاعها بيختلف. اما لو انا لفيتها ما بيحصلش اي حاجه. ليه؟ لان هي نقطه وبتلف حول نفسها، عكس الشمس بتتاثر بالروتيشن بس ما بتتاثرش بالمكان. طيب تعال نخش برضو نفس الكلام. انت لو عايز تتحكم في الداتا بتاعتها او في البروبرتيز بتاعتها، بتيجي من هنا كده تدوس على الداتا بتاعت البوينت دي. نفس الكلام كلر، اللون بتاعي اللي انا عايز اغيره مثلا وليكن كده. الباور بتاعي اللي هو الوات، بتقول له دي القوه بتاعتها قد ايه، قوه الوات بتاعك قد ايه، قوه الوات بتاعتي قد ايه. كل ما بتقلل من هنا مثلا بتخلي ده 1، الاضاءه بتاعتك بتقل، بتخلي ده 100
تلاقي الاضاءه بتاعتك لاسعه قوي كده. بعد كده عندي هنا في الراديوس، زي ما اتفقنا ان البوينت دي بتغطي مساحه معينه من الاضاءه، فكل ما بتزود في الراديوس بتاعتك دي كل ما الاضاءه بتبدا ان هي تفرش في محيط الراديوس دوت. بعد كده عندي الماكس باونس والحاجات دي يعني ما بستخدمهاش كتير، انا بسيبها على طول ان هي تبقى كده، لان دي حاجات ليها علاقه بالريندر وبتقلل وقت الريندر وبتزوده. بعد كده عندي هنا في الكاست شادو، زي ما كنا بنتكلم من شويه، هل انت عايز الاضاءه دي ترسم شادو ولا لا. واخدين بالكم بصوا عاده برضو ما بنسيبها كده الا في حالات معينه. ده باختصار البوينت، ما فيهاش اي افتكاسه خالص، كل اللي فيها ان انت بس بتتحكم في الاضاءه وبتتحكم في درجه اللون وهكذا بس. طيب تعال نشوف النوع الثاني بقى من الاضاءه، الا وهو الصن اللي احنا خلاص اتكلمنا عنه. ثاني نوع من انواع الاضاءه هو السبوت. تعال نعمل شيفت ايه وننزل سبوت لايت، نطلع فوق كده مثلا ونشوف السبوت لايت. هو عباره عن قرطاس كده او كون نازل اوله اضاءه، ونازل الاضاءه بتاعته بتبقى نازله في القرطاس دوت، او نازل في الكون دوت. ده طبعا بيتاثر بالحركه وبالروتيشن الاثنين مع بعض. تعالى ازود كده مثلا الباور بتاعه ده، خليه مثلا 20، او تعالى نخليه 50 عشان نشوف التاثير بتاعه بيبقى معانا بالمنظر ده. تعالى نجرب كده لو احنا لفينا الكون ده شويه مثلا كده. تعالى نجرب بقى نرفع الكون ده شويه لفوق، ودي نخليها 150. واخدين بالكم ايه اللي حصل معايا؟ الاضاءه بتاعتي بتبدا تنزل على هيئه بؤره كده معينه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دي نفس الاعداد بالظبط بتاعت البوينت، بس بيزيد عندي هنا بقى في حاجه تحت هنا اسمها السبوت سايز، ان انا بقلل المساحه بتاعت الكون اللي بينزل فيها اللايت دوت، اللي هو بصوا وليكن مثلا هيبقى كده. لو انا وسعت دوت فانا بوسع الكون بتاعي وبوسع المساحه بتاعت الاضاءه بتاعتي. البلند دي ان انا بقول له خلي الاضاءه بتاعتي لو زودتها كده خلي الاضاءه بتاعتي تنزل تفرش تبقى ناعمه، او كده لا خليها تبقى شارب اكتر على العنصر بتاعي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بص لو انا زودت من هنا كده البلند ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي نزلت بقت ناعمه اكتر كده، وكده بقلل في مساحه الاضاءه او في البؤره بتاعت الاضاءه اللي عايزها تنزل، وليكن مثلا هتبقى كده. ده برضو يعني ما فيهوش افتكاسات كتير. شو كون دي بس هنا بتظهر شكل الاضاءه بتاعتك اللي نازله، ما بنستخدمهاش بصراحه خالص، يعني ما اعتقدش ان بنستخدمها دي، هي بس بنخليها من هنا كده. اوكي تعال نشوف بقى النوع الثالث بتاعنا. شفت ايه؟ لايت اريا لايت. الاريا لايت بقى دي النوع الاكثر استخداما جوه بلندر، لانه تقريبا بيأدي كل المهام بتاعه الاضاءه اللي انت بتكون محتاجها. هو مبدئيا هو بيتحط على هيئه مربع، انت ممكن تغير الشيب بتاعه دوت، تخليه من هنا مثلا ممكن يكون ديسك، حاجه مدوره، اضاءه منوره، او يعني بتشوف بقى الشيب اللي انت محتاجه معاك ايه. ده طبعا بيتاثر بالاضاءه، بيتاثر بالروتيشن وبيتاثر بالحركه. فلو جيت مثلا لفيت الاضاءه بتاعتي كده خليتها كده شويه، تعال نصغرها كده مثلا ونبدا نخليها تعمل كده، ولكن بقت كده مثلا. وخليت الاضاءه بتاعتي تيجي من هنا شويه وتاثر من هنا، ممكن تاخد منها كوبي شيفت دي وتحركها كده بالمنظر ده، فيدي لك توزيع اضاءه كده. نفس الكلام برضه تتحكم في الباور، تحكم في السايز بتاعه هو قد ايه. نفس الكلام تقول له انت عاوزه هنا يرمي شادوز ولا لا. السبريد بتاعته ديت هي الوسع بتاع الاضاءه بتاعتي عايزها تبقى قد ايه. طيب في حاجه مهمه قوي هنا عايزين نتكلم فيها بقى في الاريا لايت، شويه حاجات مهمه مش حاجه واحده، عايزين نتكلم فيهم مع بعض عشان خاطر نفهمهم مع بعض. اول حاجه انا عندي هنا في السايز، في ده سايز بيكبر وبيصغر كده، وعندي هنا السايز اللي هنا. طب ايه الفرق؟ لو انا جيت صغرت السايز دي قوي كده، واخدين بالكم بصوا ايه اللي حصل معايا في الشادو ده. هنطلع فوق شويه كده، واخدين بالكم ايه اللي حصل معايا؟ بصوا الشادو دوت لما هاجي اوسع السايز بتاعي، الشادو بدا ان هو يكون سوفت او انعم. لو انا قللت ده كده فانا كده بخلي الشادوز بتاعتي تبقى شارب. لو انا بعمل اضاءه وعايز الاضاءه بتاعتي تبقى شارب، فانا ببدا اقلل من السايز دوت عشان يديني الشاربنس دوت. طب ده بيبقى مفيد في ايه؟ بيبقى مفيد في احيان كتير ان انا ممكن اجي هنا كده واروح جاي حاطط مثلا وليكن بلين، نصغرها شويه، احط فيها سب ديفيجن كتير جدا كده، وبعد كده هاجي هنا على دي الفيسز واختار من هنا سيلكت، اختار من هنا سيلكت راندوم، ابدا اغير بس كده في الاعدادات شويه وليكن كده، وامسح الفيسز دي. اوكي ابدا ارفع دي شويه لفوق مثلا، وابدا اغير في الروتيشن بتاعها وليكن تبقى كده، وليكن تبقى بالمنظر ده. تعال نبص بقى من الكاميرا بتاعتنا، واخد بالك بقى بص الشادوات اللي بدات تنزل معانا او بدات تكون موجوده معانا. لو انا جيت من هنا بقى نعمت الاضاءه بتاعتي دي كده شويه، بص خليت الشادوهات اللي نازله على العنصر بتاعي بقت نفسها نازله ناعمه عليه، فدي فايده السايز. طيب ده كده بالنسبه لللايت بتاعنا ماشي. طيب ممكن نخش بقى في سنه كمان ادفانسد شويه في حته الاضاءات بتاعتنا اللي احنا بنعملها. طيب تعال نبص على المشهد بتاعنا ده كده من هنا. انا عندي هنا شويه لايتس انا حاططهم على الاوبجكت بتاعي ده. عندي هنا دي لايت 1 وده اللايت الثاني جاي من هنا، نكبر دي شويه كده، ده اللايت الثاني، ده اللايت الثالث،
اللي هو دوت بيدي سنه بنفسجي كده، ده اللايت الرابع اللي مدي سنه اللون دوت، وده اللايت اللي معايا. يبقى كده دول الاربعه لايتس دول هم اللي منورين لي المشهد بتاعي. طيب لو انا دلوقتي بقى عاوز اعمل حاجه، ان انا عاوز اخلي اللايتس بتاعتي دي، واخدين بالكم هي هنا مأثره على ايه؟ على البومه وعلى الباك جراوند كمان. طب لو انا عايز اخليها تأثر على البومه بس، هاجي مثلا هنا عند لايت، خلينا نمسك واحد قوي شويه زي ده. اللايت ده انا هبدا اجي هنا كده، هبدا اجي هنا عند الاوبجكت دي، وهبدا ادخل تحت هنا لحد ما الاقي كلمه شيدنج. هفتح الشيدنج دي وهتلاقي هنا في لايت جروب، لايت لينك، شادو لينك. هبدا افتح اللايت لينك دي وهدوس من هنا نيو. انا كده عملت جروب جديد. الجروب ده كل الاوبجكتس اللي هتكون موجوده فيه هي بس اللي هتتاثر باللايت ده. تمام. طيب عايز احط البومه دي بقى جواه، ممكن اجي من هنا يا اما اختارها، او ان انا ادوس على البن اللي هنا دي. لو دوست عليها كده فهي ثبتت لك البروبرتيز اللي هنا دي. تروح مثلا عند البومه تعمل لها هايلايت، تدوس على دوت، وتبدا انت تسحبها تحطها هنا وتشيل دي. واخدين بالكم؟ بصوا ايه اللي حصل. اللايت اللي موجود بتاعي اللي هنا ده، اللايت بتاعي ده اثر على البومه بس. فمهما زاد، تعالى نفترض مثلا ان احنا ضربنا ده في 4، كل ما الاضاءه مهما زادت الاضاءه بتاعته هي بتاثر على البومه بس. معنى كده ان انا ممكن اعمل ايه؟ معنى كده ان انا ممكن انور البومه بتاعتي وما انورش الباك جراوند، او ارمي اضاءه على البومه بس واخلي الاضاءه دي ما تسمعش على الباك جراوند، او العكس انور الباك جراوند وما اخليهاش ترمي على البومه. طب لو انا دلوقتي عايز استخدم نفس الحاجه دي، نفس الكوليكشن اللي انا عملته هنا ده على باقي اللايتس دي، ممكن اجي من هنا بس يا دوبك اعرف ده اسمه ايه. اسمه لايت لينك اريا 4. ممكن اخد اسمه كده كله كوبي، اجي هنا عند اللايت التاني دوت، وليكن ان هو ده اللي هو فيه سنه البيربل دي. هنزودها شويه عشان تبقى باينه معانا، وليكن كده. هاجي هنا عند الاوبجكت بروبرتيز بتاعتي، اللايت لينك، بدل ما هعمل نيو بقى، لو انا عملت نيو يبقى انا عملت كوليكشن جديد. لو انا دوست من هنا كده ودوست اخترت اللي هو اللايت لينك بتاعي اللي هو كان 104 كده، بصوا التاثير بقى على ايه؟ التاثير بقى على البومه بس، ما بقاش على الباك جراوند. اوكي، فانت بقى بايدك اللي بتختاره، وبتقول انا عاوز اعمل اللايت بتاعي دوت يبقى على الباك جراوند بس، او على الاوبجكت بتاعي بس، في توزيعك للاضاءه عشان تطلع المشهد بتاعك. ده اعتقد برضو بيكون حل حلو واوبشن حلو لينا واحنا بنوزع الاضاءه بتاعتنا. بقى بنبدا تحط اضاءه من اليمين واضاءه من الشمال. انا لو عايز احط مثلا اضاءه ورا البومه دي من هنا، وليكن مثلا هعمل كده شيفت ايه، وهحط اريا لايت، وخلي بتاع 90 درجه كده. عايز اخليها تعمل لها ريم لايت مثلا من وراها، وليكن كده هصغرها شويه. بصوا هي مسمعه فين؟ مسمعه على الباك جراوند من تحت، بس انا عايز التاثير اللي هيحصل هنا بس. فهغير دي مثلا، وليكن اخلي اللايت بتاعها هيبقى كده. هاجي من هنا على الاوبجكت بروبرتيز واختار من هنا اللايت لينك. يا اما هختار نفس الاريا بتاعتي، يا اما هعمل واحد جديد. وزي ما اتفقنا عشان احط الاوبجكت ده جواها، لو دوست على البومه على طول فهو خرج اوريدي من الداتا بروبرتيز بتاعت اللايت. فانا بس عشان اثبتها هنا بدوس على البن اللي هنا دي. فانا حتى لو مسكت اي حاجه ثانيه، بصوا اي حاجه ثانيه ما بتتغيرش البروبرتيز اللي هنا لان هي متثبته. بختار البومه ديت وابدا ان انا اسحبها من هنا لهنا. فبصوا اللايت بتاعي بقى متاثر على مين؟ بقى متاثرين على البومه بس بالمشهد ده. هنا بقى ده السحر كله بقى، وده الجمال كله في بلندر بقى، ان انت بتبدا تحط اللايتس بتاعتك بالشكل اللي انت محتاجه، والشكل اللي انت تطلعه فيه احسن جماليه موجوده. بس خلي بالك لانه اوقات كتير يعني كتر اللايتس اللي مش متظبطه مع بعض بتطلع مشهد بيكون شكله اوف يعني. بقى كده تخلص دوس تشيل البن ده خالص من هنا بقى. نفس الكلام، تعال نبص كده على المشهد اللي معانا هنا دوت ونحلله كده مع بعض. ادي البومه بتاعتي، وانا حاطط وراها حاطط اريا لايت عشان تدي الريم لايت اللي انتوا شايفينه من ورا دوت. وادي الاريا اللي قدام دي عشان بس تفل الاضاءه شويه بتاعتي، ما تخليش الاضاءه بتاعتي تبقى هارش قوي من قدام. حاطط سبوت لايت من فوق كده عشان ينور الجزء اللي قدام دوت. حاطط سبوت لايت تاني كده عشان يرمي بقى دوت. ده انا عامله مخليه يأثر على الارض وعلى البومه مع بعض عشان يبقى فيه تأثير كده. وده لايت برده كده انا حاطه من فوق شويه عشان خاطر يديني لسعه اضاءه من على الحاجات اللي تحت دي. طيب تعالى نبص على حاجه سريعه كده مع بعض بقى. لو عايزين نحول الاضاءه بتاعتي اللي هي ممكن تحس ان هي فلات شويه كده، او تحس ان هي ضلمه قوي كده مثلا، لاضاءه زي كده حاجه فيها دراما كده وفيها تحس ان في فوج او في الكلام دوت، ده ممكن نعمله ازاي؟ تعالى نشيل ده خالص من هنا ونشوف ممكن نعمله ازاي. بعد ما حطيت الاضاءه بتاعتك كلها، ممكن تيجي من هنا تدوس شيفت ايه وتحط مش تحط كيوب. طبعا الدنيا بقت سودا خالص لان كل حاجه موجوده جوه الكيوب ده دلوقتي. هنقسم دي نصين كده ونخش على الشيدر اديتور ونتاكد ان احنا موجودين على الاوبجكت مود، ونختار نيو او نحط نيو. ندوس على حرف الان عشان نخفي القائمه اللي هنا. البرنسبل بي اس دي اف دي هنا انا مش محتاجها، همسحها
وهحط مكانها فوليوم او برنسبل فوليوم بالمشهد ده او بالشكل ده. طيب برنسبل فوليوم دي هوصلها فين؟ هوصلها في السيرفيس. لا مش هوصلها في السيرفيس، هوصلها في الفوليوم. من الاول كنا البرنسبل بي اس دي اف دي كنا بنحطها في السيرفيس على طول، هنا احنا هنحتاج نحطها في الفوليوم لان احنا محتاجين هنا نعمل ضباب، والضباب او الدخان او الحاجات اللي زي كده في البلندر بيبقى اسمها فوليوم، فهنحطها في الفوليوم. بصوا بدا يحصل معايا ايه كده، انت حولت الكيوب ده من مجرد ان هو مجسم لانه بقى مجموعه ضباب او مجموعه دخان كده حوالين بعض. عشان تتحكم في لونه بتتحكم فيه من هنا بالشكل ده، عشان تتحكم في الدينستي بتاعته او في التقل بتاع الضباب دوت بتيجي من هنا كده، تدوس مثلا 0.1 فانت كده قللت الضباب شويه، او زودته خالص خليته 2، خليت المشهد بتاعك زي ما انت كده زي ما انت شايف كده. كل ما بتقلل كل ما الكثافه بتاعت الدخان ده او الضباب دي بتقل معاك. الابزورفن دي بقى اللي هي بيقول لك طريقه تعامل الاضاءه مع الدخان بتبقى شكلها عامل ازاي. لو انت عايزها بتemit اضاءه، لو عايز الدخان ده نفسه بيemit اضاءه او بيدي سنه اضاءه، ممكن تعمله مثلا كده وتخلي ده يكون لونه يعني ممكن حاجه كده بنستخدمه برضو استخدامه مبقاش تقيل قوي لانه بالمشهد ده او بالمنظر ده. اوكي فبيدي لك الاحساس دوت او بيدي لك المود دوت. فبص من ايه، من مجرد اضاءه فلات خالص لبقت ايه. ده برضو المود ده تقدر تعمله عن طريق ان انت تحط كيوب على كل الاضاءات اللي موجوده كده بالمنظر ده وتحط عليه وتعمل فيه برنسبل فوليوم. طيب حاجه كمان برضو خلينا نشوفها مع بعض. تعالوا نشوف مع بعض كده بقى الاضاءه اللي معانا دي. هي عباره عن بس اريا لايت كده موجوده في الجنب بالشكل ده، ورمي اضاءه كده على جنب البومه دي. طيب تعالوا نشوف كده لو احنا عددنا البومه دي وعايزين نخلي عينيها بتنور، عايزين نخلي عينيها نفسها هي اللي بتطلع نور شويه، فهنخش على الايديت مود، هنختار العين دي، هنبدا نختار الجزء ده من العين، ونبدا نختار الناحيه الثانيه مثلا الجزء ده كمان الفيسز، ونبدا ندوس على كنترول زائد عشان نوسع البؤره بتاعه السلكشن بتاعنا. وليكن كده نكمل التحديد بتاعنا، وليكن هتبقى كده دول الجزئين اللي انا اخترتهم في السلكشن. هاجي هنا على الماتيريال زي ما اتعلمنا في السيشن اللي فاتت ان احنا عايزين نحط بقى نقصين ماتيريال على البومه بتاعتنا دي. هندوس من هنا كده علامه البلس، وبعد كده هنعمل نيو ونعمل عليها اساين. كده الماتيريال الجديده بتاعتي دي متقصينه هنا خلاص كده. طيب عايز اخلي العين دي بقى نفسها بتنور عشان اعمل النوع الرابع بتاعي اللي هو بتاع الايميشن دوت، اللي هو يخلي الاوبجكت بتاعي نفسه هو المصدر بتاع الضوء، هو اللي بيطلع الضوء دوت. هاجي هنا كده على البرنسبل بي اس دي اف، ممكن اجي تحت خالص كده هتلاقي فيه ايميشن، ده اللون بتاعي لون ابيض، وهنا السترينث بتاعتي. فلو خليت دي مثلا بقت 2، خليت العين بتاعت البومه بقت بتنور بالشكل ده كده. عايز تغير اللون مثلا تخليه كده، كل ده بقى تمام معاك. طب تعالى بقى نجرب لو احنا حطينا فوليوم على الاضاءه دي نشوف هتبقى عامله ازاي. تعالى كده حطينا كيوب، هنعمل من هنا نيو، هنمسح البي اس دي اف دي هنا خالص، وهنحط فوليوم، والفوليوم هنوصله زي ما اتفقنا بالفوليوم، ونقلل الاتريبيوتس بتاعتي نخليها كده. بص المشهد بقى عامل ازاي. طيب تعالى نزوده شويه، تعالى نخليه بقى اي حاجه دراماتيك كده شويه، بتبقى 2 بالمشهد بتاعنا ده كده. لو انت جيت هنا زودت دي خليتها مثلا بقت 3 او بقت 5، هتلاقي فيه اضاءه بقت شديده معاك اكتر. ممكن برضو تستغنى عن البرنسبل بي اس دي اف دي اللي هي بتاعت الاضاءه دي خالص، ونحط من هنا ايميشن شيدر، تحط من هنا ايميشن وتختار دوت توصله على طول بالسيرفيس. دي برضو نفس الكلام، او دي قريبه، دي زيها زي الجزء بتاع الايميشن اللي موجود في البرنسبل بي اس دي اف، هو نفس الكلام بالظبط، بس انا بختصرها لك ان هو فيه لون والسترينث على طول، بس عشان انت لو عايز تعمل المشهد ده كده. واخدين بالكم بصوا التاثير بقى عامل ازاي. ده كده النوع الرابع بتاع الايميشن بتاعتي. اوكي كده احنا فهمنا يعتبر ايه هي نوعيات الاضاءه اللي موجوده جوه بلندر، وازاي نبدا نحطهم بقى مع بعض. تبدا انت تحط الحاجات دي مع بعض بقى لغايه ما تطلع النتيجه اللي انت محتاجها او الحاجه اللي انت مرتاح لها، وهتطلع لك نتيجه احسن حاجه. ممكن تحط، خلي بالك في الاضاءات اللي هي الخارجيه اللي هي الاتش دي ار اي دي، ممكن انت تستخدم فيها اضاءات برضو من الاريا لايت والكلام دوت. يعني مش شرط بس تكون بتستخدم فيها بس الاتش دي ار اي، لا انت ممكن تيجي هنا كمان برضو وتحط من هنا اريا لايت، خليها مثلا وليكن اريا لايت بالمنظر ده، نعمل لها روتيت على محور الواي 90 ماينس 90 درجه بالمنظر ده كده. فما معاك اضاءه هي كمان منوره هنا. الاضاءه دي طبعا بتبان معاك بالمنظر ده كده. انت ممكن بقى تيجي هنا تعمل افكت انه وليكن في مصدر اضاءه جنب البومه دي جاي من الناحيه دي، ولون الاضاءه دي لونها احمر شويه فمأثر عليها بالشكل ده كده مثلا. فده استخدام برضو كأن في عربيه مثلا، وده كشاف العربيه واقف قدام البومه دي من هنا. اوكي تقدر تعمل ميكس بقى ما بين انواع الاضاءات الكتير دي مع بعض عشان تنور المشهد بتاعك
بالطريقه اللي انت محتاجها. وبس كده، دي كان كل اللي عندنا النهارده في المحاضره بتاعت النهارده في اللايتس. محاضره خفيفه كده ولذيذه وسريعه تعلمك وتعرفك ازاي ممكن تنور المشهد بتاعك، لان زي ما قلت لكم قبل كده اللايتس من ضمن اهم العناصر بتاعتك اللي انت ممكن تحكي بيها قصه من غير بس ما تقول اي حاجه. مجرد المشهد نفسه والاضاءه اللي عليه هي ممكن تقول لك اذا كان المشهد ده دراماتيك او المشهد ده ساي فاي حاجه خياليه، او المشهد ده حاجه حزينه، او المشهد ده فيه كلرفل وفيه فرحه وفيه بهجه وكده، من بس مود الاضاءه بتاعك دوت. عايزك تمرن ايدك بقى على البروجكتس اللي معاك دي، تبدا توزع الاضاءات بتاعتك فيها، تبدا تشوف ازاي ممكن تاساين الاضاءه بتاعتك على اوبجكت واحد بس وما تخلوش يتاثر على الباقيين. عايزك تحط اضاءه وتخلي الاضاءه دي تعمل كاست شادو على حاجات تانية، وتحط اضاءه تانية تخليها ما تعملش كاست شادو. كل ده هيمرن ايدك ويسرعها لك عشان خاطر تبدا تخش في مراحل توزيع الاضاءه بشكل حلو وبشكل جميل لحد ما عينك تتعود عليه. وبس كده، ده كان كل اللي عندنا في المحاضره النهارده. اشوفكم في المحاضره الجايه. سلام.